اليوم بمدينة الدار البيضاء منافسات البطولة الإفريقية للكاراتيه 2023 بإجراء نهائيات الكبار، ليتصدر بذلك المغرب سبورة الميداليات والحصيلة 17 ذهبية، 7 فضيات و9 نحاسيات. في صنف الكاتا فرد سيدات تمكنت المغربية آية نصيري من الظفر بالميدالية الذهبية بعد فوزها على المصرية آية هشام. الذهب أيضا كان من نصيب الفريق المغربي سيدات في صنف الكاتا على حساب الفريق المصري. ذهبية أخرى حازها الكاراتيه المغربي في شخص مروى الدغري في وزن أكثر من 68 كيلوغرام بعد فوزها على المصرية منى شعبان. دائما مع السيدات، إذ أحرزت المغربية شيماء الحيطي الميدالية الفضية في وزن أقل من 50 كيلوغرام بعد فوزها على المصرية ريم أحمد سلامة. ميدالية فضية أخرى للسيدات، وهذه المرة في صنف التباري فرق، وذلك بعد انهزامهن أمام سيدات الجزائر. وفي وزن أقل من 61 كيلوغرام تمكنت المغربية فاطمة الزهراء الشجعة من إحراز الميدالية النحاسية. تواصل حصد الميداليات لدى الذكور، تمكن المغربي عبد العالي جينا من الظفر بالذهبية في وزن أقل من 60 كيلوغرام بعد فوزه على المصري عمر علاء أبو كورة. ذهبية أخرى هذه المرة كانت من نصيب سعيد أوباية في وزن أقل من 67 كيلوغرام بعد هزمه للمصري سعيد الصاوي. وفي صنف الكاتا تمكن الفريق المغربي من الظفر بالميدالية الذهبية على حساب نظيره المصري. وفي وزن أقل من 75 كيلوغرام اكتفى المغربي أسامة الفحصي بالميدالية الفضية بعد انهزامه أمام المصري ممدوح عبد العزيز عبد الله. وفي صنف الكاتا ذكور أحرز المغربي صلاح الدين المنصوري الميدالية النحاسية. لا احنا فرحانين بزاف بهذا التزويج، واول حاجه كنبغيو نهنيو صاحب الجلاله كنبغيو نديرو هذا الفوز. الفريق المنتخب المغربي للكاراتيه ترفع على عرش افريقيا، الحمد لله احنا فرحانين بزاف بهذه النتيجه وبدينا مع الجداره والصدق. الحمد لله قدرنا اليوم نحصلوا على الميداليه الذهبيه في فريق كاتا رجال، قدرنا نحصل على الميداليه البرونزيه في منافسه فردي كاتا رجال، وكنبغيو ندير الفوز على الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتيه. البطوله الحمد لله دازت اجواء مزيانه، كانت المنافسه قويه، ولكن كنا موجدين لها مزيان هنا طول العام، وهادشي اللي خلانا اننا نحققوا المرتبه الاولى في الترتيب ديال الصفورات الميداليات. أسدل الستار إذن على بطولة إفريقيا للكاراتيه التي أقيمت بالدار البيضاء باحتلال المغرب للرتبة الأولى، نتيجة جد مشرفة للكاراتيه الوطني على المستوى الإفريقي، والأكيد ستكون حافزا للمزيد من التألق على المستوى الدولي. فوز الفريق العسكري جعله يخطو بثبات نحو الدور المقبل لمواجهة المتأهل من مواجهة نجم الساحلي التونسي والنادي الرياضي القسنطيني في انتظار لقاء الإياب السبت المقبل. في اليوم الثاني من منافسات بطولة العالم لألعاب القوى ببودابست، شد نهائي سباق 100 متر الأنظار الذي عاد للأمريكي نوا ليليس، ثم نهائي 10,000 متر الذي عرف سيطرة إفريقية، حيث توج العداء الأوغندي جوشوا شيبتيغي بالذهب العالمي. في نصف نهائي سباق 1500 متر استقطبت المنافسة الأنظار لقيمة الأسماء المشاركة وعدد المتسابقين الذين يملكون أرقاما شخصية تقل عن 3 دقائق و30 ثانية، وهي سابقة في تاريخ هذه المنافسة. فاكثر من 9 عدائين اللي محقين هذا التوقيت، فهذه اللي بحال تنقولوا يعني انه كاين العمل، واكثر انهم دابا حتى المنظمين اللي تيكونوا في يعني على المستوى العالمي، فكلهم تيوفروا يعني اكبر الظروف لهاد العدائين باش انهم يلعبوها. تتلقى تيجيبوا بحال دابا الارانب، ما بقاوش يجيبوا داك الارانب يعني اللي تيدير لك بحال هكذا 800 متر ولا 1000 متر، ولا تيجيبوا عداء اللي عنده 3 دقائق 31 اللي تيدير 1200 متر، بعض المرات حتى 1250 متر، فتيوفروا جميع الظروف ان العداء اللي تيكون عنده 3 دقائق 31 3 دقائق 32 تيلقى ظروف تيلقى راسو داخل في 3 دقائق 29. سباق نصف نهائي شهد مرور أبرز الأسماء القوية، في مقدمتها المرشح الأول للتتويج النرويجي ياكوب إنجبريكستون الذي تأهل بسهولة وعينه على الميدالية الذهبية.
لقد قمت بسباق جيد. كان علي أن أتأهل للدور الموالي، وفي نفس الوقت كنت أفكر في ضرورة ادخار مجهوداتي للسباق النهائي. وإذا كان العداؤون الأفارقة قد أكدوا سيطرتهم على المسافات الطويلة من خلال بوديوم إفريقي خالص في نهائي 10,000 متر، فإن مسافة 1500 متر التي طالما هيمن عليها العداؤون المغاربة والأفارقة عموما يبدو أنها بدأت تعود لسيطرة العدائين الأوروبيين، خاصة من شمال القارة العجوز، إذ سيجرى السباق النهائي بحضور عدائين كينيين وعدائين أيضا من كل من النرويج، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ومنحنى ملحوظ في سباق الإناث أيضا الذي سيعرف حضور 4 عداءات إفريقيات مقابل 6 في نهائي النسخة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن ذلك يعود لعوامل متعددة، لعل من أبرزها الطرق الاحترافية التي أصبحت تعتمدها مجموعة العدائين في أوروبا في السنوات الأخيرة، مع سياسة اعتماد المسافات الطويلة وصولا إلى الماراثون وإدماج التدريب الشاقة المعتمدة على قطع مسافات كبيرة. والمثال على ذلك هو العداء النرويجي ياكوب الذي أذهل الجميع بطرق التدريب الشاقة، وقد سار على منواله عدد كبير من العدائين الأوروبيين، وأصبحنا نرى ممارسين من النرويج وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وحتى من بلاد إيرلندا ينافسون الأفارقة. أما بخصوص المشاركة المغربية فإنها ستعرف غدا الاثنين دخول العداء نور النادي حلبة السباق ضمن السلسلة الخامسة لمسافة 400 متر حواجز بحظوظ جيدة لبلوغ دور نصف النهائي.